هي اللحظة الحاسمة. الثلاجة بتاعتنا جت يا جماعة. على مين ما تفوق يا اسطى ده عشان تقابلني يس. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمل ايه يا ميدو؟ وحشتوك قوي؟ احنا فين دلوقتي؟ في البيت الجديد. احنا دلوقتي في بيتنا الجديد. بصوا كده يا جماعة، بصة معانا. طبعا ده الدرايف واي بتاعي، انا راكن هنا. ايوه بابا عربيتنا، تعالى. صباح الفل يا ست الكل يا استاذه فوفو. احنا فين دلوقتي يا فريده؟ احنا دلوقتي في بيتنا الجديد. تحبي نفرج الناس على بيتنا الجديد؟ يلا بينا. لا استني، يلا بينا. ايه تحبي يعني؟ متحمسه؟ تقولي لهم ايه بقى عن بيتنا الجديد؟ يعني ايه اللي انت شايفاه او ايه اللي عجبك هنا في بيتنا الجديد؟ اللي عجبني هنا ان في هنا جنينه. ان في هنا جنينه عجبتك يعني، صح كده؟ وباك يارد وحوارات بقى. طيب استاذه اسراء، صباح الخير، عاملين ايه؟ صباح الخير. بعد ارهاق وبعد تعب كبير 10 ايام بس ما تعبناش الحمد لله. لا الحمد لله. ايه رايك في بيتنا الجديد؟ بصراحة حلوة جدا وعجبني. هو محتاج شوية ترتيبات مننا وتشطيبات وكده. ده احنا هنوريكم النهارده ايه حاجات كتير جدا. مش محتاج شويه تشطيبات، ده محتاج عمليه تفجير عشان نظبط البيت ان شاء الله. استنوا بقى عشان اكرامي جاب رولته والبويه بتاعته والحاجات دي كلها، وهو اللي هيعمل كل ده النهارده. بدهن الاوض النهارده باذن الله. وتابعونا بقى عشان لسه في حاجات كتير قوي هتتعمل معاكم. ثانيه واحده. ايه يا فوفو؟ اتفضلي. انا هعمل معاك عشان انا رسامه برضه يعني. عايز تعملي ايه؟ اوضب معاك عشان انا رسامه اصلا. يعني هتعملي اشكال في البيت هنا براحتك؟ اه. ما عندناش اي مشاكل. هي الفكره بقى هنا يا جماعه تتلخص في الاتي. البيت هنا لسه اولا مش مفروش، هتشوفوه دلوقتي. ايوه. لسه هنفرشه، هنشتري سراير ونشتري حاجات، ولسه في ثلاجه جايه وفي بلاوي جايه. الثلاجه اوريدي طلبناها وجايه في الطريق دلوقتي. والبيت حلو جدا وفي موقع جميل جدا. انت فرجتهم اصلا على البيت من بره؟ لسه ما فيش اي حاجه. تعالوا بقى نتفرج مع بعضينا. انزل يا بيدو، اتفضل. تعالى انزل معايا كده. بسوق. لا ما تسوقش، ما تسوق. عايز تسوق ايه؟ سوق. ما انت ما تستعجلش على السواقه، كده كده هتسوق. هتروح الملاهي؟ طب روح انت مع نفسك، يلا سلام. لا يا جماعه، ده مدخل بيتنا اهو. حلوه. اتفضلي يا استاذه اسراء، اطلعي. بسم الله، تعالوا. اتفضلي يا استاذه فوفو. اتفضلي يا استاذ ميدو. نفرجهم اول حاجه على الاريا دي. نفرجهم هنا الاول، ما دي اريا من ضمن البيت لازم نفرجهم عليها. دي الجنينه بتاعتنا، بس طبعا هنحط الكراسي فوق، مش هنحطها هنا تحت عشان هنوريكم احنا هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، هنا بقى كده يعتبر ده المدخل بتاعنا. نحط بقى هنا شويه زينه كده ان شاء الله بقى في رمضان جاي علينا بتاع مش عارف ايه. نحط هنا شويه حركات وانوار. هنروق. لازم يبان ان ده بيت هنا في امريكا، بيت اكرامي هجرس. لازم. ده انا عندي فكره. تصدق احنا ممكن نعمل بانر كبير اكرامي هجرس؟ وماله؟ اللي هو فور رنت. يا ماز بتعمل ايه؟ لا ما ينفعش هنا تشوت، دي لازم نحافظ عليها عشان تبقى شكلها حلو. يلا يا فوفو. يلا اتفضلوا. تعالوا اتفضلوا. بصوا بقى، عايزين هنا نجيب كراسي. وريهم الحته دي. بصوا يا جماعه، المكان ده كده انا اقترحت عليه ان احنا نيجي نطلع ضيفات هنبقى في المكان ده هنا كده. هنجيب بنصور كراسي اي هنا ستوريهات وترابيزه الكشن بتاعتنا الحلوه دي. انا اصلا طبيعي لما بشم الشجر بعطس فيها يعني. بجد والله العظيم؟ والله. ليه؟ ده مرض الشجر؟ ايه مش شجر العطس دي؟ بص الشجره دي اول مره اسمعها. الشجره دي كنت انا زارعها هناك في فيلا، انا بشطبها اخر فيلا. تحفه. كان سعر الشجره دي الواحده اعتقد كان بيتراوح ما بين 3 ل 4000 جنيه دي الشجره الواحده. ايه ده؟ الشجره دي مش طبيعيه؟ لا طبيعيه. حلو بقى، نفرجكم على البيت. اتفضلي. لا بصوا بسم بقى. الله. هنبدا جزء جزء. ماشي. تبداي يمين ولا شمال؟ لا يمين طبعا. هو كده يمين؟ كده يمين. لا بالنسبه للمشاهد يمين الكاميرا. يميني كده؟ يميني كده، ده لما انا مديه ظهري. ماشي يمين كده. نبدا هنا. بصوا يا جماعه، هو البيت ده يعتبر دي اول اوضه او اول غرفه نوم للاطفال موجوده في البيت. ولع النور. ولع النور. هو النور مش عالي قوي بس احنا هنغيره. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بيبقى الستايل شويه يعني قديم حبتين، بس احنا طبعا لسه هندهن الكلام ده وهنظبط. انا هرسم هنا ورده. عايز ترسم هنا ورده؟ ورده كبيره اهو. هي دي تبقى اوضتك اعتقد. ماشي. اعمل بقى اي حاجه بقى فيها براحتك. تعملي اللي انت عايزاه. ده بتاعك. لا ما انت هتنام معانا جوه. لا ده بتاعك. الحمد لله ماشي ينام بقى. لوحده الحمد لله. تعالوا بقى. نكمل بقيه البيت. هنا كده زي نظام ريسبشن صغير. هنا يا جماعه عشان انتوا خارجين جايين من بره، اي لبس بيتعلق اللي هو الاول انتوا لابسين حاجه فيها بتاعت المطر والجو أيوة. ده، الشوزات بتاعتنا الكلام ده كله ده بيبقى في الاريا دي. تمام. ده كده اول اريا. نبدا بقى كده على شمالنا. انا بصراحه يعني اللي بختار البيت ده، يعني البيت ده عجبني جدا جدا جدا. في المكان ده هنا طبعا في نيش، طبعا اللي هياخد بقى الناس المصريين قوي عارفين النيش ده نيش مصري اصيل. انا عايزه اقول لك اصلا ان انا رصيت الكوبايات دي من شويه. طبعا الله يبارك له صاحب البيت هنا كان سايب لنا شويه كوبايات هنا حلوين جدا، فاسراء بدات ترص، يعني هي بالفعل بدات ترص الحاجه بتاعتها. وهنا نحط السفره. نحط هنا السفره؟ هنا قدام النيش؟ ماشي ده حلو.
تعالى بقى ماشي. اوريك المطبخ بتاعي. بصوا يا جماعه ده هنا كده المطبخ يعتبر. بنطلع بس استبايه صغيره هنا كده اهو. فده هنا المطبخ. ده طبعا يتكسر التلاجة ولا؟ دي قديمه فاحنا بنغيرها في بتاعي. وطبعا نحط هنا بقى، وهنا في شفوط يا جماعه. التلاجة دي هتتغير، المطبخ بتاعنا وحلالنا والحاجات دي كلها. هنا المطبخ بتاعي، وان شاء الله نحط هنا مثلا سجاده كده صغيره اللي هي بتاعت الكيتشن والحاجات دي. تعالى بقى اوريك حاجه حلوه جدا عجباني قوي هنا. تمام. تعالى بصوا بقى. بس لسه هتبقى باك يارد. او الباك يارد تحفه. بصوا يا جماعه عندنا هنا كرامي. تعالى بصوا بقى هنا. لازم 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 تصويرنا يبقى هنا. بصوا يا جدعان الاريا دي كلها ملكنا احنا. كل ده كده ملك البيت عندنا احنا. هنا دي برضو بتاعتنا. وفي هنا بقى في هنا حاجه حلوه جدا. ايه هي؟ ان في هنا تين. دي شجره تين. متخيلين؟ بصوا يا اسراء دي شجره تين اهو. والتين مستوي اهو. الله بصي ده حلو قوي. اقسم بالله جميل قوي. وفي هنا بقى صدمه كبيره جدا. دي خليه نحله اهي. في هنا خليه نحله اللي يجي عندها هتفرمه. مش هنيجي جنبها. اللي يجي عندها تفرمه فعلا. غساله. وهنا ده الدراير بتغسل الاول بعد كده تنشف في هدومها. بس احلى حاجه في البيت ده ان احنا عندنا ايه؟ ان احنا عندنا وش ودراير. بصوا يا جماعه هو في هنا بقى معظم البيوت ما فيهاش ولا واشنج ولا دراير. فبتضطر انك تاخد لبسك وحاجتك كلها بتاعت يعني كل هدومك يوميا بقى كل يومين كل ثلاثه بتاخدها بتروح وتوديها مكان تاني فيه واشنج وفيه دراير. انتوا متخيلين؟ فطبعا الموضوع كان مرهق جدا بالنسبه لنا. تعالى بيبقى بقى اقفل ايده كده. بس شكرا. بصوا بقى دي السفره اللي احنا هناخدها هننزلها تحت، بس طبعا هنغيرها يعني اكيد. لسه هتدهن ونحط لها هنا زي مفرش ونحط لها بقى الحاجات بتاعتنا. ده اللي محتاج ايجار. ده اللي محتاج ايه؟ هو المكان ده كده ممكن نحط فيه مثلا تلفزيون صغير هنا عادي جدا مش فارقه بالنسبه لي. وشويه ديكورات ورد هنا كده تتحط على اكسسوارز حاجات بسيطه. دي كده الاريا اللي بره يا جماعه بنبص على الفيو ده. حلو. وهنا قلنا هيبقى ليفنج يعني نحط هنا كنبه شكلها شيك كده. هتبقى حاجات سيمبل بسيطه. صح؟ حط هنا عشان التلفزيون. طيب تعالى بقى. انا بقى مهندس بقى فانا هدهن وهيطلع لسه هندهن الاوض وهنخرب الدنيا. اتفضلي. هنا بقى الاوضه بتاعتنا. انا عايزه اقول لكم ان هي بسيطه، وطبعا في ناس كتير قوي اصلا عندها التسريحه دي. احنا عارفين ان التسريحه قديمه بس هو الديكور هنا بس كله برضه بيعتمد. ده لونه ابيض، يعني انا بحب اللون الابيض بصراحه. بصوا يا جماعه حاجه كمان يعني شايفين كده الموضوع ده كده. احنا ان شاء الله هندهن كل الكلام ده. ايوه ان شاء الله. هوريكم الحس الفني الهندسي. يعني هوريكم بقى اكرامي هجرس على اصوله وهو مهندس بس بايديه. ما عنديش اي مشاكل خالص. الحس الفني الهندسي. بصوا كده ده طبعا الجيران بتوعنا. هو الموضوع تشوفوه ان هو صعب ومحتاج ترتيب ومحتاج مجهود كبير جدا. بس ان شاء الله احنا هنحول البيت ده لجنه ان شاء الله. يعني البيت ده احنا مش هنسيبه غير لما نحوله ان شاء الله جنه في ايدينا. شفتوه قبل ما نعدل وهتشوفوه ان شاء الله بعد التعديل. اسراء منكشحه على المقلب اللي عملته فيا. اللي ما شافش المقلب ده بصوا بتعمل ايه. بصوا مبسوطه قوي من نفسي، مبسوطه قوي ان انا انتصرت عليه. قاعده بتتفرج على المقلب اللي عاملاه فيا. انتوا متخيلين؟ وطي السوشيال ميديا شويه يا اسراء كده. يعني قاعده بتتفرج على اسراء. المفروض اسمع الممتع في اللي انت بتعمليه دلوقتي. الممتع ان انا انتصرت عليك. اكتب ريكس. ريكس بكام هنا معلش؟ ب 4 دولار. كولوكشن يا جماعه ب 4 دولار. ماشي دي اول حاجه جبناها. يلا اول حاجه اخترناها حاجه منظفات. ست البيوت انتوا عارفين طبعا اللي ينزل على ست بيت حاجه منظفات يرجع قلق هدومه. اتفضلي اتفضلي. جبنا تاني حاجه يا جماعه اللي هو مستر كلين ده. الصف اللي هي عارفاه. انت عارفاه فعلا؟ بس انا هسيب دي بقى عشان هو اصلا ايه يعني نفس الوظيفه؟ هيقوم بنفس الوظيفه واكبر. ماشي. يلا يا فوفو انت هتجيبي ايه حاجه منظفات؟ مش عارف. جبت فوط؟ جبت فوط عشان امسح بيها. احنا حاليا يا جماعه بنجيب تايد. التايد هنا سعره كام؟ 12 دولار 99 يعني 13 دولار. جبت اللي انت عايزه؟ جبت ايه وريني كده؟ استناني بقى اصلا. جبت اللي حضرتك عايزاه؟ يس. الحاجه دي ثمنها كام؟ يعني لو حسبناها بالمصري هنقول 2000 جنيه، انما لو حسبناها بهنا فسعرها كويس يعني. كام يعني؟ 70 دولار. 70 دولار ايه؟ 44 دولار. 44 دولار. 44 دولار. طيب الحاجات دي فعلا كلفتنا بالفعل 44 دولار. ودلوقتي اللحظه اللي وصل فيها الثلاجه. هناك اللحظه اللي جت فيها الثلاجه. والله يا جماعه متعب. وجبت حاجه الدهانات تعالوا اوريها لكم. بصوا محمد فريد بيعملوا ايه؟ محمد فريد بصوا بيعملوا ايه يا جماعه تعالوا. ادي الروله وادي الجالون بتاع الدهانات اهو. وادي دي ايه؟ اللي هنسال عليها رولا.
بجد والله؟ بجد تهزري؟ اه صح. هنا كل حاجه هيلب يور سيلف، يعني دي صدري قاعده المفروض ان انا اركبه وانا اللي افك التاني. حاجه مرار طافح وحياه ربنا ما بهرج، بس انا مستحمل. هعمل ايه؟ اضطر ان انا استحمل. المفروض بقى تورينا مهاراتك بقى. مهاراتك على قد ما نقدر مش هنحاول نخلصه عشان نعرف نعمل كل حاجه احنا عايزينها. ايوه. بس بصوا العربيه قد ايه اللي جايه فيها، عربيه كبيره جدا. فريده ومحمد طبعا هنا بيلعبوا. حاسين ان هم جاب لنا عفش البيت كله. ما بلعبش بيتنا بقى بالمره. بص فعلا ايه، عربيه ضخمه، عربيه ضخمه جدا جدا جدا. هنا على التلاجة. الطريقه نوعها ايه يا اسراء؟ ال جي. ال جي؟ حلو ال جي. طبعا حلو جدا. ميدو ميدو تعالى يا فريده، شيل من الارض، شيل من الارض، شيل من الارض اللي ده بسرعه. بس يا اسراء يا ميدو. مبسوطه يا حاجه؟ ايوه مبسوطه. مبسوطه يا حاجه، لكن احنا لسه متجوزين جديد. وهي اللحظه الحاسمه، الثلاجه بتاعتنا جت يا جماعه. على مين ماتوا يا اسطى، ده عشان تقابلني. فاكرين فيلم عادل امام اللي هو بتاع اسمه ايه ده؟ اللي هو بتاع ايه؟ فاكرينه كان اسمه بتاع ايه؟ الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. وانت ايه عايز تقول ايه؟ ثلاجة جديدة يا جماعة. بصوا مش عارف الاوبننج بتاعها. الاوبننج للثلاجه. واو واو. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا بقرف جدا من حوارات الثلاجه دي. ماما دي بتتفتح وتتقلب. سلام. لا جميله. انا على فكره انا عندي الثلاجه بتاعتي في مصر ال جي برضو، فحسوا بيا وجابوا لي ثلاجه عشان ما ازعلش. تعرفي بس اماز هننضف لسه بقى ننضف وندهن. يا ريت ننجز حالنا عشان الوقت ما يضيعش. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي جبنا التلاجة ولسه هننضف حاجات كتير جدا 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 جدا. انا عايزه اصور معاكي. ميدو عايز يصور. النهارده كنا التلاجة دي. تعالوا اوريكم كده. النهارده التلاجة بصوا فيها ايه. وانا مبسوطه جدا جدا جدا. ودلوقتي لسه هننضف في حاجات كتير جدا. هتستنونا كمان شويه. باي. يا فوفو الموضوع صعب قوي. ماشي كده يعني تقدر تقول نسبيا، يعني ثواني يا ميدو، نسبيا ايه ظبطنا. بصوا بقى الموضوع عامل ازاي. الموضوع بيطرقع خالص، الموضوع خشب ضايع في رعايه الله. مش عارفه. دلوقتي بقى حين وقت التوضيب. هاتيني بقى يا فوفو كنس الحاجات دي. حاضر. ميدو سيب الروله دي وسيب شعر البنات. طيب يا جماعه دلوقتي احنا مش عارف بقى. مش عارف ايه. مش عارف ايه. الله يسامحه، منه له منه له. الله الله، ده انت هتغير الشغلانه بقى. اتفرجوا يا جماعه الحيطه عامله ازاي. واحد يجي فوق. بص دي كده انت شفتوا قبل. يا فوف تعبنا انا فوق صح. تعبنا بجد. طبعا انا زي ما قلت لكم يعني لسه هديها وش تاني، وفي نفس الوقت هو الصح بتاعها ان كان كل ده يتقشر اي معجون تحتيه. ايوه انا قلت لك انا هقشر. نفس القصه. السفره طبعا مبهدله السفره هنا، هي مش شايله كل حاجه وشغالين لسه شغالين. بس انا شغاله في المطبخ المرمطه جوه اهي. الدنيا مقلوبه لسه. تعالوا نكمل. دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ بنعمل الجنب اللي هو ده. مش كده يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه، امكانياتي مش مساعداني خالص والله. يعني انا لو الامكانيات مساعداني كنت سحبت سكينه، سحبته بسكينه كنت شلت كل الرجول دي فوق. بس يلا يعني بنقول ايه؟ نص العمى ولا العمى كله بصراحه؟ احنا دلوقتي اهو ايه؟ انا بنضف لو حد يعني لو حد ايه عارف البتاع ده انا مش عارفاه فيكتب لنا في الكومنتات. استنى اوريها لكم. 6 شهور. يا فل وعمل 6 شهور ان شاء الله. طب ده نيش ده ولا ايه ده يا جماعه؟ حد يقول لنا طيب في الكومنتات يا جماعه. حد يساعدنا طيب. ما هو احنا اهو بندهن، حد بقى يساعدنا يا جماعه. احنا طالعين دلوقتي لايف. بص بنفسها. احنا دلوقتي طالعين لايف اهو اللايف اهوت اهو يا جماعه ده لايف هنا على تيك توك. كملي يا وف.
فانا دلوقتي يعني احنا دهنا الجنب ده كده اهو. حلو قوي. بس يا جماعه الجنب ده كله اتدهن اهو. انا لسه مش شفتوش. دهنا الجنب ده كده. يعني بحاول بس انا يعني ادهن الحاجات بس اللي هي ايه؟ الحاجات اللي محتاجه بس ان هي تدهن. بعد معاناة كتير يا جماعة خلصنا الحمد لله، بس فاضل العفش بتاع البيت ومش عارفين بقى لسه هنعمل ايه. لسه في حاجات كتير ولسه في يعني لسه في عفش ولسه في سجاجيد ولسه في حاجات هتشوفوه معانا لما نخلص للاخر يا جماعة. تمام، باي.